السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. هادي اصلا النهارده اخر يوم ليا في المغرب. الواحد حزين وهو سايب البلد الجميلة دي، لان انا فعلا والله مش عارف اهل المغرب دول طيبين قوي كده بجد، ولا هم بيعملوا معانا كده عشان احنا سياح. الناس في المغرب طيبين جدا، طيبين جدا ومحترمين قوي قوي ومضيافين وشعب المغرب يعني اجمالا، يعني الشعب كله، مش مثلا واحد ولا اتنين، لا والله. في واحد كنت بحاول اسحب فلوس من المكنه و... والمكنه ما طلعتش فلوس، وقعدت احاول كذا مره ما طلعتش، فقام قال لي طب تعالى نحاول في مكنه تانية. فضل ماشي معايا مسافه كبيره جدا جدا، انا افتكرته يعني اكيد ما حدش يمشي معايا المسافه دي غير عشان يقلبني. فلحد ما وصلنا عند مكنه تانية بتاعت بنك تاني بعيد وسحبت، وبعد ما سحبت قال لي تمام كده. والله واحد ما اعرفوش في الشارع، قلت له تمام. ماشي وسايبني. انا كنت فاكره جاي المشوار ده كله راجع معاه المسافه دي كلها عشان هو هيعمل حاجه يعني. ف واحد تاني واحنا قاعدين في الفندق مره واحده جه، والله بالظبط كده، قال لك ايه، انا امنحكم شاي، انا امنحكم شاي. قلنا له لا احنا ما بنشربش شاي، يعني انا كنت بتكلم عن نفسي، انا مش بشرب شاي. فامنحكم عصير. منزل عصير برتقان واسمه ايه، كحك بالعجوه ضيافه كده يعني، كرم من نفسه، من غير ما نطلب، من غير حاجه. هو لقى اتنين قاعدين قال اخش امنحهم شاي. طبعا بيتكلم باللهجه بقى المغربيه اللي هي اصلا احنا بنبقى، على فكره هم المغربي بتاعهم مش مفهوم بالنسبه لنا، بس لما بيتكلموا عربي احنا بنفهم كويس جدا. وهم العربي بتاعهم بقى عسل، يعني اللي هو انا امنحكم شاي في طريقه كده معينه. فانا عايز احكي كمان موقف، بس انا عايز اوريكم اصلا عشان عايز الحق الفوج كله هيمشي دلوقتي، هيسيب الفندق. انا خايف يسيبوني، بس ثواني كده عشان الحق اديهم الشنطه بتاعتي. يا رب يا رب الواي فاي ما يقفلش. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش انا مش عارف ليه والله النت عمال يقطع في المكان، بس المهم كنت بحكي يعني ان هو المكان كله سبحان الله بستايل كده عربي. والراجل اللي هو قال لي انا منحكم شاي ده مأثر فيا قوي، هو واحد تاني المحل. ف اه في واحد تاني دخلت عليه المحل، فعرفني من الفيديوهات وكده. فاول ما شافني قال لي نحن، بيقولها ازاي بالمغربي مش عارف، نحن نحب اهل الدين، نحن نحب اهل الدين وترحيب وكلام جميل وكرم ومش عايز يحاسب وحاجه. فايه ده؟ مين بلال؟ انت انت يا ابني طلعت غصب عنك. قول لنا رايك في ريحه المغرب. السلام عليكم. بهدلة. بهدله. فينا المغرب كلها الحمد لله. طب لو هترشح مدينه بعد اللفه دي كلها، يعني في الاخر اكتر مدينه. يعني طنجة وشفشاو. شوف صح؟ صح، الله ينور الراجل. بتفهم حبيبي. ماشي اتفضل. الله يكرمك. هو طبعا الرحلة كانت طحن شوية، لأن هو مش عارف زيارة تقريبا 70,000 مدينة في 10 أيام. أنا عن نفسي عييت وسبتهم في نص الرحلة، ما كملتش معاهم يعني. فضلت قاعد في الفندق لأن أنا تعبت جدا. حتى لو خدت بالكم أنا لابس شتوي، أنا مش عارف أنا لابس شتوي عشان أنا الوحيد اللي بردان، ولا هو الجو برد فعلا يعني. خير. طيب. ف في اخر يوم لينا في المغرب، انا حابب اوجه، والله انا طالع اشكر اهل المغرب جدا، طالع اشكر اهل المغرب على حسن الضيافه وعلى كرم الاخلاق. الراجل اللي فضل ماشي معايا مثلا بتاع نص ساعه ده عشان يوصلني لماكينه ATM، وبعد كده طلع ده مش مشواره اصلا ومشي.
وفي راجل وقف لنا، كنت انا وعبد الرحمن في اليوم اللي هو رايحين فيه للشيخ سعيد، راجل وقف لنا وركبنا. والراجل اللي جه يمنحنا شاي واحنا قاعدين، وبعد كده منزل عصير وكحك. والراجل اللي هو اول لما شافني قال لي ان احنا نحب اهل الدين ومش عايز يحاسب بتكلم يا جماعه عن شعب كامل كده، مش مثلا مش حاله، مش واحد مثلا. طب لا، انا في 10 ايام كل اللي قابلتهم طيبين جدا جدا، لدرجه ان انا حسيت ان في حاجه غلط. يعني هو في حاجه غلط يعني. خدومين قوي وطيبين قوي وجدعان قوي. ف قلت يعني اتمنى نشوف اخواتنا المغاربه برضو عندنا في مصر ان شاء الله، عشان نبدلهم نفس الجدعنه وعشان هم مرحب بيهم دايما. وحتى والله من ساعه ما كتبت البوست اللي هو ان انا ان شاء الله هزور المغرب، كل الترحيب عارف بطريقه مختلفه. يعني انا زرت بلاد كتير، وكل بلد بزورها مثلا بقول قبلها انا رايح المكان الفلاني، تمام. لما قلت انا رايح المغرب، كله ايه، اهلا بيك في بلدك التاني، اهلا بيك في بلدك التاني، اهلا بيك في الترحيبه كده شيك كده وجميله، ونورت بلدك التاني ف شكرا جزيلا لكل اهل المغرب، وشكرا على حسن الضيافه. وانا اخر يوم ليا في المغرب هنا، فزعلان شويه ان انا هسيب المكان الجميل ده. يعني بصوا، حتى شايفين حتى الفندق اللي انا قاعد فيه عامل ازاي، الستايل اللي هو اللي هو ايه، جامع بين الستايل الافريقي وجامع بين الثقافه الاسلاميه والثقافه العربيه والثقافه الاندلسيه، حاجه بلد يعني. بلد والله بجد، بلد. عارف البلد اللي هي يتقال عليها بص منظر. دي على فكره، ده كده هنا في مكان اثري بقى ومزار وكده. لا، دي قاعة عادية جدا في فندق عادي يعني، في الفندق اللي احنا قاعدين فيه. فندق تاني برضو دخلناه كان اللي كان في طنجة، برضو كان كله ستايل كده، كله حاجة آه، مش متأثرين قوي بالثقافة الغربية، على قد ما ليهم ثقافة وطابع خاص. وطبعا اه وطبعا طبيعة البلد نفسها، انا ما شفتش تونس والجزائر عاملين ازاي، بس طبيعة البلد في المغرب هنا نفس طبيعة القارة الأوروبية كده، كجبال والجبال الخضراء، وطبعا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. هم قاعدين في حتة، المغرب قاعدة في حتة يعني متميزة جدا جدا، فطبيعتها مختلفة عن الدول العربية اللي أنا شفتها، اللي مش من ضمنها بقيت شمال افريقيا. انا ما شفتش باقي شمال افريقيا، بس بتكلم كالحته بتاعتنا مثلا مصر والسعوديه والامارات والحته دي، لا الطبيعه هنا مختلفه تماما. اشجع بصراحه جدا اي حد يعني بالنسبه له اوروبا وشنجن ومشاكل ومش عارف بتاع، وعايز يتفسح فسحه حلوه وبتكلفه اللي انت بتطلع بيه الساحل مثلا، ولا بتطلع بيه اي مكان بنفس التكلفه، تيجي المغرب. طبيعه الطبيعة نفسها شبه القارة الأوروبية، والشعب نفسه. انت تيجي هنا عشان الناس، وتيجي هنا عشان الأكل، يعني عشان الأكل بتاع المغرب هنا متميز قد ايه، والناس هنا متميزين قد ايه، والثقافة هنا متميزة. اللي يجي المغرب يجي عشان شعب المغرب. والله جزاكم الله كل خير. حبيت بس أشكر المغاربة قبل ما أنطلق من هنا، وإن شاء الله ما تبقاش آخر زيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.